مساء الفل. ازيكم عاملين ايه؟ انا من الناس اللي اسعدني الحظ واتفرجت على ماتش مانشستر سيتي والهلال كامل. طبعا الماتش كان الساعه 4 الصبح. انا من الناس المحظوظين بقى اللي قدرت اقعد اتفرج على الماتش لنهايته. اولا الماتش كان ممتع جدا جدا. الهلال بغض النظر كان بيلعب مين، بس هو عامل ماتش كويس. فالهلال عامل ماتش كبير جدا. الهلال فرقه كبيره جدا. الهلال فرقه فيها مجموعه لعيبه محترفه على اعلى مستوى. الهلال فرقة متماسكة، فرقة كورة بتلعب كورة حلوة. الهلال فرقة متنوعة، يعني فيها كل أشكال لعيبة الكورة، لعيبة الكورة الحريفة ولعيبة الكورة السريعة فرقة جامدة. فاللي عملته الهلال ده مش من فراغ. الهلال تعادلت مع ريال مدريد، وتعادلت مع فرقة أعتقد اسمها ستراسبورج أو حاجة كده مش عارف، من النمسا، وكسبت باتشوكا. فهي عاملة بطولة جامدة بغض النظر عن نتيجة ماتش امبارح، وبغض النظر ان مانشستر سيتي عندها مشاكل ولا لا، ولا هي في حالتها ولا لا، ده موضوع تاني. المفروض الطبيعي ان مانشستر سيتي ايا كان حالتها ايه، انها تكسب الهلال او تكسب اي فرقه في العالم اصلا. انما الهلال فرقه تستحق الاحترام. كوره، سيبك ان انت عربي، ان انت سعودي، ان انت مصري، انت بتتفرج على الماتش وبتشجعش حد، هتبقى مبسوط بالماتش، وهتبقى فخور بالفرقه دي، وشايف ان الفرقه دي فرقه ممتازه، فرقه عظيمه. فرقة كورة، هي بتدافع، بس ما بتدافعش وخلاص. بتدافع وبتهاجم وضيعت اجوان وضيعت انفرادات وبتلعب كورة. دايما الهلال كانت بتتقدم كمان. فانا بحيي فرقة الهلال، وانا سعيد ان انا اتفرجت على الماتش ده وبشوفت فرقة زي ديت. حتى لو مش عربية، ما بالك لو هي فرقة عربية كمان. فهي فرقة رائعة، ومعاهم مدرب كبير. والمدرب مش ممكن يكون بقاله اسبوعين بيمرن الفرقة. اكيد المدرب ده مذاكر الفرقة دي كويس جدا، يعني اتفرج عليها كتير قوي عشان يعرف يطلع منها كده. ومع بقى غياب اللي كان فيه سالم الدوسري كان غايب، وكان الفيرود بتاعهم اللي مش متذكر اسمه قوي، اسمه بتلخبط فيه دايما، حاجه فيتش كده، كان غايب. حاجه مذهله. في حد بقى انا عايز اتكلم معاه لوحده. الفرقه الكبيره يا كابتن الشناوي لازم يكون لها جون كبير. بونو من احسن حراس العالم. اذا كان دفاعك فيه مشاكل وانت معاك جون كويس بتغطيه، بتشيل كتير. فعشان تعرف تعمل نتيجة كويسة، او تعمل نتيجة او تعمل اللي انت عاوزه، ايا كان معاك لعيبة مين، لازم يكون معاك جون كبير. بونو جون عالمي، ومش عالمي ده مبالغة، لا هو فعلا عالمي. الهلال تستحق. اي حد بيتفرج على الماتش هيبقى مبسوط جدا. الهلال لعبة كورة. الهلال فرقة كبيرة جدا، فرقة كورة عندها لعيبة محترفة على اعلى مستوى، ولازم تاخد حقها. ان انت تصعد من الدور الاول مش انجاز. انا الناس السعوديين زعلوا مني لما انا قلت كده في الفيديو اللي فات، ولكن ده الانجاز. ان انا اكسب مانشستر سيتي في دور 16، السيتي في دور 16، هو ده الانجاز. كده انا عملت حاجه كبيره فعلا. لو طلعت من البطوله الصبح انا تمام، الناس كلها سقفت لي. هنا اقدر اقول ان انا نجحت. في فرق بين اداء مشرف، ان انا العب كره حلوه واطلع من الدور واصعد دور ال 16، انا كده تمام. انا كده مرضي اكون انا عملت انجاز ان انا اصعد من دور 16. عملت معجزه لو خدت البطوله، ومفيش حاجه بعيده. الهلال تعادلت مع ريال مدريد وكسبت السيتي، فمفيش حاجه بعيده. عادي، كل حاجه وارده. بس البطوله ما زال فيها البايرن وفيها ريال مدريد وفيها باريس سان جيرمان وفيها فرق قويه جدا طبعا، واقوى من مانشستر سيتي حاليا. فهم لازم يشيلوا عليهم الضغوط، يبقى الدنيا ايزي. يعني انبسطوا، انتوا عملتوا كل اللي عليكم واكتر. ما يحملوش نفسهم فوق طاقتهم. العب كانك بتاع ماتش السيتي، كسبت تمام، ما كسبتش انا بفل. هتبقى زي الفل وهتصعد، وممكن تاخد البطوله، مفيش حاجه بعيده. بس ما تحطهاش تارجت. لو حطيتها تارجت مش هتعمل حاجه. يعني انت لو خلاص بقى قلت ان انا هاخد البطوله مش هتاخد حاجه. انما لو انت لعبت كورتك عاديه، لعبت زي ماتش السيتي، ممكن تكسب وتاخد البطوله. ديت الجزء اللي يخص الهلال اللي انا كنت عايز اقوله يعني. تاني حاجه، احنا ليه في الاهلي ما قدرناش نعمل حاجه زي الهلال، او نقرب؟ مش هقول بقى ان احنا نوصل ان احنا نكسب مانشستر سيتي، لان الموضوع صعب جدا. في حاجه مهمه جدا، الاستعداد.
الاهلي ما استعدش البطوله كويس، واول حاجه في الاستعداد كويس انت تستعد صح. الاهلي كان عاوز يعمل كل حاجه من البطوله، ما عملش اي حاجه. على المستوى الفني احنا جايبين مدير فني قبل البطوله باسبوعين، حافظ اسماء اللعيبه طشاش. تكوين الفرقه احنا ما عملناش فرقه سليمه مناسبه لكاس العالم. يعني عملنا هجوم قوي ونص ملعب قوي ودفاع تعبان. الهجوم القوي والدفاع ونص ملعب القوي ده بالنسبه للفرق انت زي اللي انت راح تلعبها ديت هو عادي. فما بالك لما يكون عندك هجوم عادي ووسط عادي ودفاع وحش، فانت كده فرقه وحشه. ما بالك اللي انت هجوم عادي ووسط ملعب عادي ودفاع وحش، وفي لعيبه كتيره في الفرقه اول مره تلعب مع بعضها ففيش كمان انسجام. ما بالك اللي انت كده مفيش انسجام ومدرب كمان جديد مش منسجم مع اللعيبه لا القديمه ولا الجديده. فانت تكوين الفرقه كله كان غلط، استعدادك كان غلط، استعدادك الفني كان غلط. رحت بدري، مش معنى انا استعد ان انا اروح بدري، معنى ان انا استعد واعمل معسكر اللي انا اعمل معسكر فعلا، اقفل على نفسي اخلي اللعيبه تركز. انما مش كل يوم حوار وكل يوم لقاء والمعسكر كده احنا رايحين كده، احنا رايحين حفله مش رايحين كاس عالم. احنا تعاملنا مع كاس العالم كانه حفله مش كانه بطوله كبيره. حتى على مستوى الاستعداد النفسي كنا وحشين. انت ما كنتش مصدق نفسك. تعامل لعيبه الاهلي والانبهار الشديد بلعيبه الاهلي وطريقتهم في التعامل مع الموضوع تحس انهم مش مصدقين نفسهم. انا بلاعب ميسي، فرقه ميسي، فعايز اجيب جول بسرعه عشان يتقال علي انا جبت جول في فرقه ميسي في كاس عالم فضيعت 50 جول. جالي ضربه جزاء، لعبت الخانه عشان تشوط ضربه الجزاء. ده مش معقول طبعا في كاس عالم فرقه عايزه تعمل حاجه، انت عايز تاخد اللقطه. انت بتلعب كوره كويسه، بتلعب كوره حلوه، بتجاري بتباصي بتعمل، انما في اللمسه الاخيره دايما متسرعه، في حاجه غلط. فالاستعداد النفسي بتاع اللعيبه كان فيه مشكله. فانت على كل المستويات وعلى كل الاصعده ما كنتش مستعد. انت لعبت كوره كويسه جدا على فكره، الاهلي لعب كوره حلوه جدا. الاهلي كان افضل فرقه في الدوري في المجموعه بتاعتها، رغم ان هي الرابع بتاع المجموعه بس افضل فرقه لعبت كوره بعد بالميراس. انما المحصله اللي انت طلعت رابع ليه؟ لان انت ما كنتش مصدق، ولان انت ما تستحقش، ما كانش معاك التوفيق. لقطات قليله فرقت بين ان انت تصعد وبين انت تطلع خالص بره. ضربه الجزاء اللي شاطها تريزيجيه، انفراد حسين الشحات، طرد بتاع ماتش بالميراس، لقطات انت ما كنتش تستاهل. فما كانش معاك التوفيق. الاهلي المفروض يقدم اداء احسن من كده بكتير، المفروض على الاقل يصعد. حاجه كمان، نفترض ان احنا صعدنا، طبيعي جدا عادي جدا كان ممكن يصعد. احنا لو مكان الهلال كان ممكن نعمل الماتش ده؟ لا. جوده اللعيبه المحترفه اللي في الهلال مختلفه خالص عن قدرتك. انت ممكن تعمل فرقه كويسه، انما مش ممكن تعمل فرقه زي الهلال. ده المنطق، ده المنطق الطبيعي، مش منطق خالد الغندور على فكره، يعني ده المنطق العادي، يعني دي الحقيقه. انت ممكن يكون معاك فرقه جامده جدا على مستوى افريقيا وعلى مستوى اسيا وعلى مستوى المنافسات المحليه، انما في الليفل ده انت ناقصك كتير، ناقصك شغل كتير لان الامكانيات الماديه مش معاك. الهلال معاه امكانيات ماديه، قدرت تجيب لعيبه سوبر السوبر، كانسيلو وكوليبالي ونيفيز، واللعيب اللي هو البرازيلي ده انا طبعا مش متذكر اسماء قوي. بس هنا اول مره اتفرج على فرقه الهلال عن قرب امبارح. لا، معاها لعيبه عندها ثقه شديده في نفسها، مستواها عالي، لعيبه تلعب في اي حته. يعني لو لعبتوا تيشيرت لبستوا تيشيرت مانشستر سيتي يلعب. هل انت جاهز؟ عندك اللعيبه اللي ما عندكش؟ هل انت تقدر يبقى عندك؟ ما تقدرش. فاذا مستوى الهلال عدى الطبيعي، بس مستوى الهلال الطبيعي انت بعيد عنه. طبعا الاهلي اسم عظيم واسم كبير واسم يشرف، والهلال اسم كبير واسم عظيم واسم يشرف، بس الهلال على اسمه معاه برضه امكانيات ومعاه فلوس ومعاه لعيبه كبيره ومحضر نفسه كويس ومستعد كويس وكل ده تمام، فحامل له الفرق اللي بينه وبين مان السيتي طبعا في فرق كبير، بس مع شويه روح ومع شويه اصرار ومع شويه قادر يعوضه. انت تقدر تعوضه؟ ما تقدرش تعوضه. هل الطبيعي اللي انت ما تقدرش تعوضه؟ طبيعي، يعني حاجه ما تزعلكش. فانت كان اخرك ايه في البطوله؟ انت كان اخرك توصل دور 16.
طب انت وصلت دور ال 16 ولعبت مانشستر سيتي، تقدر تكسبه؟ لا. تقدر تعمل معاه ماتش كبير؟ تعمل، بس تتغلب. الاهلي عمل ماتش كبير قدام ريال مدريد قبل كده واتغلب. الاهلي عمل ماتش قدام بالميراس وقدام فلومينينسي، ماتشات كبيره، بس اتغلب. في فروق صعب تعوضها. ممكن تبقى ما تبانش قوي، بس حتى في الخبره، في الاستمراريه، في الممارسه، في حاجات كتيره صعب تعوضها. ولو قعدتها تعوضها في ماتش بالصدفه. نجاح الهلال في البطوله ليه اسباب. اخر حاجه بقى كابتن عايز اتكلم فيها بخصوص برضو ماتش الهلال ومانشستر سيتي. كابتن مدحت شلبي. مدحت شلبي بعد الماتش عمل شويه قلق في العنبر يعني. ناس مع مؤيد ومع معارض، بس انا اتفرجت على الماتش بقى واتفرجت على كابتن مدحت. كابتن مدحت كان اوفر بصراحه. يعني مش شرط عشان ابين ان انا راجل بشجع الهلال افور. ومش كل حاجه بنقولها الجمهور على القهوه اقولها في التعليق. وما ينفعش انا معلق. طبعا الكابتن محمد مدحت شلبي اشطر معلق في مصر، مفيش مقارنه بينه وبين اي معلق. بس في فرق بين التعليق في ماتش كاس عالم وبين التعليق على القهوه او في دوره رمضانيه. اللي كان بيجي في دماغه كان بيدبه. وكان في كميه مصطلحات عشان يبين انتماء او تشجيعه للهلال كانت بتطلع بشكل اوفر. فبعدين بقى انا اسف، انا ما حسيتش انها عفويه لانها كتير. العفويه ده ممكن يكون مره، انما هو كتير واوفر. وزائد ان دي مش طبيعته كمان. يعني هو على 3 ماتشات للاهلي وكان متحيز للاهلي، ما كانش كده. فهو كان اداؤه في الماتش ضايقني جدا، كان اوحش حاجه في الماتش. رغم ان انا من الناس اللي بتحب تسمعه جدا. فالناس اللي عندها حق تنتقده كمعلق من حقها، ده رايي يعني. يعني مش لازم ابين عشان ابين ان انا بشجع الهلال ازودها كده. طب ماشي، شجع الهلال وتحمس مع كواني مع لعب الهلال وبتاع، بس في الحدود المعقول عشان الناس تبقى مصدقه. انا ما كنتش مصدق. ما كنتش مصدقك يا كابتن مدحت، انت كنت مزودها. نهاية كل التوفيق لكل الأندية في كل حتة في الوطن العربي. ألف مبروك لنادي الهلال، وإن شاء الله بالتوفيق في الماتشات الجاية. ونتمنى لهم يوصلوا لأبعد نقطة. نتمنى إنهم ياخدوا البطولة، لأن هم فرقة تستاهل، بغض النظر إنها عربية ولا لأ. فما بالك إنها عربية. لكوا زي الفل.